علامة موروكو ناو حاضرة في معرض شنغهاي للسيارات، أكبر المعارض لصناعة السيارات في الصين. أبرز الابتكارات المغربية في هذا القطاع الاستراتيجي بالنسبة للمملكة قدمت تفاصيلها في الجناح المغربي بهذا المعرض. استعرضت هنا التطورات التي تشهدها السوق المغربية كسوق مستقطبة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع في الجناح المغربي بهذا المعرض. إنها محطة أيضا لاستحضار جهود المملكة للتقليص من الاستهلاك الطاقي من خلال استعمال الطاقات المتجددة في القطاع، فإلى حدود سنة 2022 41% من الطاقة الإنتاجية خالية من الكربون. المغرب أول مصنع لسيارات الركاب في إفريقيا بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 1,000,000 سيارة في السنة. آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال الاقتصادي متاحة في هذا المعرض الذي يستقطب أزيد من 1000 عارض من 128 دولة. كما تعلمون، المغرب يستفيد من موقع جغرافي متميز والذي يجعله بلدا مستقطبا للاستثمار. لقد بات اليوم وجهة مفضلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. نحن نشتغل مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من أجل تأمين خدمات ذات جودة بالنسبة للمستثمرين العالميين ومواكبتهم في مقارباتهم ومساعدتهم من أجل بلوغ الأهداف والطموحات.